أحبابي وإخوتي الكرام، موضوع المنشور هو كيف يتوب الإمام الأشعري لمذهب الوهابية المجسمة الذين يقولون عن أنفسهم بالسلفية، وهو دين ما ظهر إلا قبل 200 سنة، يعني بعد موت الأشعري ب 800 سنة. كيف يتوب لمذهب ودين غير موجود؟ طبعا هذا هو موضوع منشوري. هذا طبعا كنت سلفيا يعني أو متأثر بالسلفية الوهابية، ولله الحمد والمنة قد تبت من هذا الفكر الضال المضل. طبعا هذا المذهب السلفي غير موجود اصلا، لا محمد بن عبد الوهاب اطلقه على نفسه، لانه في كتبه كان يطلق على نفسه بالاسلام، الاسلام الصحيح ونحن المسلمون، يعني لم يكن يعترف اصلا، لم يتحزب، يعني هو يعتبر نفسه الاسلام ككل، ومن خالفه فهو غير مسلم كافر. فبالمختصر المفيد والمفيد جدا، كيف يتوب الاشعري؟ طبعا هذه الشبهه آلاف المرات يرددها السلفية وأفراخهم. طيب كيف يتوب الإمام الأشعري لعقيدة أصلا غير موجودة؟ نعم، الأشعري تاب من الاعتزال ودخل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل مباشرة، ومع الأسف لقد دخل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل الكثير من الكذب والتزوير والتدليس. لندخل هنا بمسألة مثلا الصفات، وأين الله، والأعضاء لله، هل الله له جسم؟ هل الله له يد؟ هل الله له أعضاء؟ هل الله له حيز أطيط؟ في هذا الفيديو سنستعرض أهم مصدرين، بعض مصادر أهل السنة ومنها بعض كتب الحنابلة وكتب أهم أكبر مذهب سني هو الإمام أبو حنيفة وعقيدته المتمثلة بالطحاوية. الآن لندخل هنا في قلايد العقيان لابن حمدان. طبعا هذا 20 عالم كبار مراجع الحنابلة جمعت واطلعوا على هذا المتن وقالوا أنه هذا هو المذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ماذا؟ تكفير المجسمة التي عليها السلفية الآن، حكم من أثبت لله المكان. طبعا لا يوجد سلفي الآن لا يقول أين الله، وهل الله له حجم، وهل الله له حيز، وعندهم أصلا كتاب الحد، إثبات للحد لله للدشت والعياذ بالله. ماذا يقول هنا ابن حمدان؟ فمن اعتقد أو قال أن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تكفير صريح للسلفية الوهابية الآن. بل يجب الجزم بأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فالله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. طيب هل السلفية الآن يعتقدون بهذه العقيدة؟ والله لو قلت لهم أن الله ليس في مكان وبأنه بائن من خلقه لكفروك وقتلوك، ولا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس ولا مدخل في ذاته وصفاته وافعاله للقياس.